ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا قررت اشير معاكم سر من الاسرار اللي انا بستخدمها، وهو ان انا بجنريت الريلز كفرز ازاي. في سكيل انا عاملها بستخدمها على طول، دي اللي بتسهل عليا الدنيا في دقايق بجنريت الريل كفر. في كتير ناس تواصلت معايا وسالتني على السكيل دي وشيرتها معاهم واتبسطوا بالنتائج جدا، فقلت دي فرصه ان انا اشرح ازاي انا بستخدمها وازاي تسطبها، وخصوصا ان هي سهله جدا في الاستخدام. خلّينا نشوف اللينك بتاع الريل هتلاقوه على الGitHub بتاعي، وهاسيب اللينك في الdescription. دي الGitHub repository بتاعة الريل، وزي ما أنتم شايفين دي بعض الريل covers اللي أنا عملتها بالskill دي. وفي طريقتين للتسطيب، أنا باستخدمها مع Claude، ممكن تستخدمها مع Claude Chat أو مع Claude Code. لو أنت developer وبتستخدم Claude Code، ودي الطريقة طبعًا الأسهل والأفضل، إن أنت بتنسخ الcommand واحد من الاتنين دول، فلنفترض إن هو npx skill add وبعد كده اللينك بتاع الريل. كل ما عليك إن أنت بتفتح التيرمينال وبتنسخ الcommand ده، خلاص بقى عندك الskill. هنا هيقول لك أنت عايز تنزّلها في لأنهو agent. طبعًا الskill دي بتبقى متاحة لأي agent عندك على الجهاز. فهنا أنا by default دول بيبقوا supported، بس هنا بتختار بس زيادة Claude Code، وبتقول له إن أنا عايزها global وعايز system link. مبروك عليك، بقت عندك الskill. بس مش معظم الناس بتبقى عندها خلفية برمجية، ومش معظم الناس بيبقى عندها node setup على الجهاز عندهم. ففي طريقة تانية طبعًا لو أنت عايز تستخدمه مع Claude Chat. هتطلع هنا على كلمة code وهتdownload الzip file. أوكي، وبعد كده هنا هنروح لClaude. خلّينا آآ خلّينا نجيب Claude هنا، وهتخش على تختار chat، هتخش على customize وskills. تمام، كل ما عليك إن أنت هتدوس plus هنا وتقول upload a skill، وهتجيب الskill الzip file اللي إحنا نزّلناه هتحطه هنا. بس خلاص بقى عندك الreal cover generator skill هنا. تمام، خلّينا نستخدمها ونشوف هي شغّالة إزاي. خلّينا نقفل دوّة. كل ما عليك هتجيب الscript بتاع النص بتاعك هتحطه هنا، وهتقول real cover generator. الskill دي بتعمل إن هي بتحلل النص بتاعنا، بتفهم هو بيتكلم عن إيه، وبتفهم اللغة بتاعته، وبتفهم هو الtheme الجو العام يعني. بعد ما بتحلله هي فهمت هنا إن هو باللغة العربية وكمان بالaccent المصرية. الملخص بتاعه الtheme اللي هي suggest ليه إن هو comparisons، وهتقترح عليك 3 titles، أنت هتختار واحد منهم. فلنفترض الscript ده كان عن المقارنة ما بين ChatGPT الجديد ونانو بانانا، فهو اقترحت النص الtitle ده، فأنا هاختار أول واحد. بعد ما تقترح الtitle بتقترح عليك subtitle. هنا أنت ممكن أقول له والله أنهو subtitle أنا عايزه، أو ممكن أقول له skip. تمام، فبس هو كده generate لك الprompt اللي أنت هتستخدمها مباشرةً. هنا أنت عندك طريقتين لاستخدام الprompt، يا إما هانسخها وأروح على third party، يعني يا إما ممكن أروح لChatGPT أو أروح لHexfield أو أروح لNano Banana وأgenerate الصورة، أو ممكن أخلّي Claude نفسه يgeneratها. بس زي ما أنتم عارفين Claude ما عندوش الإمكانية إن هو يgenerate الصور. لو إحنا بصينا خلّينا نروح على الlink بتاع الskill تاني، هنلاقي إن إحنا من الrequirements لو أنت هتستخدم Claude لgenerate الصورة، إن أنت يبقى عندك الMCP دي متسطبة، فلازم تتأكد إن الGemini MCP متحملة عندك، والconfiguration سواء لو أنت بتستخدم Claude Code برضه لازم تسطبها، أو لو بتستخدم Claude العادي برضه لازم تسطبها، وفي الخطوات واضحة إزاي تستخدمها. لكن دايمًا الأسهل إن إحنا بنستخدم يا إما ChatGPT أو الأرخص، لأن طبعًا دي محتاجة تكلفة، كل صورة بتجنريتها بتكلف صورة، فالأفضل دايمًا إن أنت بتروح لا إما لنانو بانانا مباشرةً، لا إما تروح لChatGPT. فخلّينا نروح. أنا ما نسختش الprompts للأسف، خلّينا ننسخها تاني. هنروح لChatGPT. هنا من الrequirements إن إحنا ندّي له صورة. خلّينا ندّي له صورة
أي صورة ليك كافية بالغرض بس، ونشوف هيgenerate الcover شكله عامل إزاي. وزي ما أنتم شايفين دي الصورة اللي هو generate. يعني بسهولة جدًا قدرنا نعمل cover بصراحة أنا شايفه 10/10 story فاهم الscript كويس حلّل النص، فمِيَّة، مِيَّة. خلّونا برضه نجرّب حاجة تانية، نجرّب إن claude نفسه يgenerate الصورة، فهاقول له continue. تمام؟ التحدي هنا إن أنا ما ينفعش أشيل الصورة مباشرةً أحطها، أنا عايز الURL بتاع الصورة، فإزاي إن أنا أجيب ال 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 مش الURL الlocation بتاع الصورة. تمام؟ هنا هيقول لك آآ عشان تجيب الfiles path لو أنت في Mac OS هتبقى command option C، لو أنت Windows control shift C مش مجرد control C. يعني لو أنا هنا جيت أقول له copy لأ مش copy، فلو دوست alt هيقول لي copy awesome image as path name، فأمّا آخد copy هنا وأدّي له paste هيدّيني الpath مش الصورة نفسها. ده ليه مهم؟ ده ليه عشان الGemini MCP محتاجة الpath مش محتاجة الصورة نفسها، فلو بعتّ الصورة نفسها هتبقى في مشكلة. فبس. هنا هيgenerate الصورة لو بصّيت على Gemini MCP هالاقيه بيتكلم بعت له الprompt بعت له الpath بتاع الصورة، وهنا الoutput path اللي هو هيطلع فيه الصورة النهائية. فطبعًا عشان هو عندي على الديسكتوب فالصورة النهائية هتبقى موجودة على الديسكتوب. ودي كانت الصورة اللي generate من Gemini. أنت احكم بقى مين أفضل فيهم. بس دي كانت الطريقة اللي باgenerate بيها الكفرات بتاعة الإنستجرام بتاعتي. ولو عجبتك الطريقة أتمنى تستخدمها وتقول لي رأيك فيها، ولو في أي تعديلات برضه أو في أي مشاكل واجهتك ممكن تفتح issue أو ممكن تتواصل معايا مباشرةً على السوشيال ميديا بتاعتي، وأتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.